صباح الخير وصباح العافية وصباح الورد على قلوب أحلى متابعين. شلونكم؟ شخباركم؟ أجيتكم اليوم فيديو جديد ظريف وسريع بنفس الوقت، وحبيت أشارككم به. طبعا أول ما نبلش الفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. واليوم حبيت أسوي وياكم كيكة الطاوة بنات. طبعا أنا دائما أسويها لكن شنو ما أصورها. فالبارحة الدنيا تمطر وبارد الجو كلش بارد، والله حتى هسه جاي أمنتج لكم كلش بارد. طبعا الجهر راحوا صباح اليوم دوامهم، لكن الجو كلش بارد. الشتاء هالمرة ما رايد يعيفنا نهائيا. وهنا مثل ما شفتوا ضفت بيضة وكوب من الشكر وكوب من الحليب وكوب من الطحين وملعقتين من الكاكاو. تمام حبايب؟ طبعا سهلة وظريفة وسريعة بنفس الوقت حتى ما تحتاج فرن. هنا تقريب ربع كوب من ربع استكان من الزيت، مو ربع كوب، لا ربع استكان. تمام حبايب؟ إذا ما تحبون ضيفوا 4 ملاحق زيت، إذا ما تحبون يعني تقيسون. هنا هاي ضفت ملعقة خل، على مود شنو؟ هذا يعتبر محسن بنات، راح يطلع عندكم الكيك هش ومنفش ويجنن. بعد ما خلطنا بنات راح أخليها على نار هادئة، كيفكم تردون العين الوسطانية أو العين الثانية كيفكم. بعد لأن أنا ما عندي فرن، قلت لكم عندي فرن بس غاز، وهذا الغاز يعني تدرون أزمة، فما أقدر أعلق الفرن لأن راح يعني يخسرنا غاز هواي، وأنا ما عندي بس دبة واحدة. هنا خليتها على هاي العين الوسطانية ونصيتها على الآخر. بعد نص ساعة لقيتها مستوية ومنفشة وصارت لك تجنن. طبعا هي قلت لكم هي نص كيكة مو كيكة كاملة، فصارت بهذا الارتفاع وتجنن هشة هشة وما أحكي لكم عنها. طبعا المناظر تحكي. بعدها راح أسقيها، راح أسوي مسكافيه، شنو؟ كاكاو وحليب وشوية شكر على مود ما تصير مرة، لأن الجهالي ما يحبون شي يمر. هنا سقيتها، بعد راح أنتظرها لحد ما يشرب بها هذا المسكافيه اللي خليته، وبعد ما تبرد يلا أضيف لها الصوص. طبعا هذا الصوص أنا مسويته، إن شاء الله هم أسوي لكم بالفيديوهات الجاية. أنا هم مسويته هواي وياكم، بس هذا اليوم سويته بشي مختلف، يعني ضفت عليه كاكاو، يعني اشتريت كاكاو هذا أبو الربع ضفته عليه، فصار يجنن، صار لونه يجنن وطعمه خيالي. تمام حبايب؟ بعدها خليتها 10 دقايق، مو هواي والله، لأن شنو الجهات جوعانين والدنيا ليل، فما قبلوا يعني أخليها بالثلاجة، بس قلت لهم لا لازم أخليها. خليتها 10 دقايق وطلعتها، صارت بهالشكل هذا تجنن تجنن ما أحكي لكم عنها. بعدها راح انتم كيفكم شو تقطعون، يعني بالشكل اللي يعجبكم قطعوها. أنا قطعتها بهذا الشكل وراح أقدمها قدامكم وعلينا وعليكم بألف عافية. يا رب يعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أنزله. ومثل ما قلت لكم هشة وتجنن وطيبة وسهلة وسريعة بنفس الوقت، لا تخسركم غاز ولا تخسركم مواد هواي. تمام حبايب؟ ومع ألف ألف سلامة. سهمنا وسهمكم ألف عافية، وشكرا لكل متابع جديد دخل قناتي وكل تعليق حلو طيب مثل قلوبكم الطيبة. يا طيبين، ربي يعطيكم لحد ما يرضيكم، آمين رب العالمين. باي باي، تحياتي للجميع حبايب قلبي.